بستغرب قوي الناس اللي بتنسى اصلها وفصلها. مثلا لو واحده طالعه من بيت، يعني من اسره متوسطه على قد حالهم، ودي حاجه ما تعبهاش طبعا. ربنا كرمها مثلا براجل اتجوزها من عيله كبيره معاه فلوس، او باباها مثلا ورث عن اخوه اللي مسافر بره وربنا اداهم. تلاقيها بقت واحده تانية، تقول لها ايه ده، انت كنتي مختفيه فين يا ماجي؟ تقولك اصل احنا كنا بره، انت عارفه احنا كل صيف متعودين نطلع دوله بره جديده غير اللي طلعناها السنه اللي فاتت، مره اوروبا مره هولندا مره مش عارفه فين. انا طول عمري متعوده على كده. طول عمرك؟ دي نسيت نفسها خالص. ايه ده، هو باباكي غير العربيه؟ اه انت عارفه بابي ما يقدرش يقعد اكتر من سنه معاه عربيه، لازم يغيرها، بيزهق على طول. عربية ايه يا حبيبتي اللي بابي بيغيرها؟ انتوا ما كانش معاكم تجيبوا عربيات اصلا، انتوا كنتوا مقضيينها في الميكروباصات. تلاقيها خلفت، انتي دخلتي ابنك مدرسة ايه؟ تقولك مش عارفة المدرسة ايه الفلانية المعروفة اللي بيدفع لها ب100,000 جنيه في السنة. ما هو طبعا لازم يطلع زي بابي ومامي. مامي مين اللي يطلع زيها؟ ده انتي كنتي مدرسة حكومة. شوية وتلاقيها بدأت تتكبر على اصحابها بتوع زمان. شويه تلاقيها عملت لهم بلوك وقطعت معاهم، ولو شافتهم في الشارع ما تعرفهمش ولا كأنها شافتهم. وتبتدي بقى تصاحب الناس الهاي كلاس، الناس بقى اللي عرفتهم جديد بعد ما اتجوزت او بعد ما ورثت هي وباباها. ليه يا حبيبتي كل ده؟ مش عيب اطلاقا ان انت تبقي من بيت بسيط او بيت متوسط. العيب اللي انت بتعمليه، العيب ان انت تشوفي نفسك على اصحابك او تنسي اصلك. ده لا يا حبيبتي، دي اسمها قلة اصل، عيب. لازم تفتخري ببيتك وباصلك مهما كان بسيط، لان باباكي ومامتك تعبوا وربوكي وصرفوا كل ما يملكوا عشان يخلوكي بني ادمه كويسه، ويعني خلوكي اتجوزتي وصلتي للمكانه ديت. فعيب قوي ان انت تتبري من اصلك وتنكري.